كلنا عارفين إن الفعل المركب زي give up, من أصعب الكلمات في اللغة الإنجليزية، لأنه بيتكون من كلمتين أو 3، ويا ريته بنفس معنى الكلمتين دول كنا قلنا ماشي. لأ، ده بيبقى ليه معنى مختلف تماما واستخدام خاص بيه هو وبس. علشان كده تسهيلا على طلاب مربوطة قررنا نعمل كورس الأفعال المركبة، واللي فيها تحفظ وتفهم أي فعل مركب بطريقة مربوطة سحرية. طبعا أنت عارف الفعل المركب زي give up, بيتكون من حاجتين: فعل أساسي give, زائد حرف جر أو ظرف، وهكذا بقى مع كل الأفعال. وبناء بقى على العلاقة بين معنى الفعل الأساسي والفعل المركب، مربوطة قسمت الأفعال المركبة لنوعين. أول نوع وأسهل نوع وهو اللي الفعل المركب فيه بيبقى شبه فعله الأساسي، يعني مثلا grow, معناها ينمو، grow up, معناها ينمو برضو. فمحتاجين بس نكون فاكرين كويس إنه grow up, مش grow off, أو grow, أي حاجة تانية. وهنا مربوطة هتفكرك بطريقتها إن grow, بيجي معاها تاني نوع وأصعب نوع، وهو اللي فيه معنى الفعل المركب ملهوش أي علاقة خالص بالفعل الأساسي. يعني مثلا give, معناها يعطي، give up, معناها يستسلم. دي ملهاش علاقة بدي خالص، يعني تحس الكلمتين من عالم تاني. ودي بقى مربوطة هتحفظها لك من ساسها لراسها كأنها كلمة جديدة وملناش دعوة بيها خالص، بمعنى كلمة give, لأنه هنا هيلخبطنا. بس برضو التقسيمة دي مش كفاية. بعد بحث لقينا معظم الناس بتقسم الأفعال المركبة حسب الفعل الأساسي، وحسب دراستنا احنا لقينا ده بيصعب الحفظ مش بيسهله. علشان كده قررنا نعمل تقسيمة جديدة تماما، وهي إن احنا نقسم الأفعال المركبة حسب حروف الجر. يعني جبنا كل الأفعال المركبة واللي بتنتهي ب وحطيناهم مع بعض، واللي بينتهوا ب off, وحطيناهم مع بعض علشان يبقى شكلهم كده. وللمفاجأة لقينا حرف جر بيتكرر مع الأفعال، وهو بيجي مع حوالي 24 فعل، وبعده off, وده بيجي مع حوالي 16 فعل. وتسهيلا بقى على طلاب مربوط الغاليين، عملنا لكل حرف جر أو كل ظرف مفتاح ثابت، يعني تقدر تستخدمه في ربط أي فعل مركب في الحرف ده. يعني مثلا هتلاقي معمول له مفتاح يفكرك بيه دايما، وهتشوف بنفسك ازاي الموضوع ده خرافي جدا في حفظ الأفعال المركبة. وأخيرا بقى هتلاقي عندنا فيديو ربط خاص بكل فعل مركب لوحده، فيه بنشرح ليك معنى الفعل المركب وأشهر استخدام ليه، وكمان هنعمل مفتاح للفعل المركب بحيث ما يتنسيش. وأخيرا هنربط الفعل المركب بصورة عمرك ما هتنساها. وتعالى بقى نشوف ازاي هنعمل الكلام ده سوا. علشان كده هناخد حرف جر معين وليكن ونعمل مفتاح ليه مخصوص ونثبته في دماغك بعد كده، وهي كلمة up, اللي بتيجي في نهاية أفعال مركبة كتير زي give up, make up, turn up, break up. علشان كده هنطبق عليها قاعدة اقطع وحول. يعني أول ما تشوف فعل مركب فيه up, دي هتقطعها من الكلمة وتخليها تقف لوحدها، وبكده give up, هتبقى give, زائد up, break up, هتبقى break, زائد، up, وهكذا بقى مع كل فعل مركب بينتهي ب. up, ودلوقتي جينا لأهم لحظة، وهي بعد ما قطعنا عاوزين بقى نحولها لحاجة شبهها. دي واحدة من أسهل الكلمات اللي جبنا ليها مفتاح، لأن up, شبه أب عندنا اللي هو أب وأبنائه، وهنعبر عنها بصورة الأب واقف مع أبنائه الصغار. يبقى كده أول ما تشوف up, هتحولها على طول لأب مع أبنائه، وبكده give up, هتبقى give, زائد أب وأبنائه، break up, وهتبقى break, زائد أب وأبنائه. معلومة أخيرة قبل ما نسيب الكلمة دي، وهي إن كلمة up, متعددة المعاني ممكن تيجي بمعنى لأعلى أو لفوق، وغالبا بتوحي في الأفعال المركبة بالزيادة أو إكمال شيء، وغالبا بتخلي الفعل يوحي بحاجة إيجابية بس مش دايما. تعال بقى نشوف إزاي اللي عملناه ده هيساعدنا دلوقتي في حفظ عشرات الأفعال اللي بتنتهي ب. up, تاني حاجة هنجيب بقى كل الأفعال المركبة اللي بتيجي مع حرف ده ويكون معناها مختلف عن المعنى الأساسي، ونبدأ نربطها ونحفظها. كلمة give up, هي فعل مركب ومعناها يستسلم، وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة give up, هو لما حد يستسلم ويرفع راية الاستسلام اللي هي الراية البيضة كده. وأول ما تشوف كلمة give up, تفتكر على طول إنه فعل مركب وفيه حرف الجر up, اللي بنقطعه وبنحوله لأب مع أبنائه.
وبكده هيبقى معانا الفعل الأساسي وهو give, واللي بيكون مفتاحه سهل جدا وهو جفن، اللي هو جفن العين اللي بيكون فوق العين كده. وبكده يبقى give, جفن. وبكده يبقى المفتاح النهائي لكلمة give up, هو جفن عين أب مع أبنائه. تعالى بقى نربط الفعل المركب ده وركز معايا وبص على الصورة دي. هتلاقي أب واقف مع أبنائه وعلى جفن عينه الكبير حاطط راية الاستسلام. كلمة blow up, هي فعل مركب ومعناها ينفجر أو يغضب بشدة. وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة blow up, هو لما تقعد تنفخ في بالونة لحد ما تنفجر في وشك، وساعتها وشك بيحمر من الغضب. وأول ما تشوف كلمة blow up, تفتكر على طول إنه فعل مركب بيحتوي على حرف الجر up, اللي بنقطعه ونحوله لأب مع أبنائه زي ما اتفقنا. وبكده هيبقى معانا الفعل الأساسي اللي هو blow, واللي بيكون مفتاحه سهل جدا وهو بالونة، اللي هي البالونة اللي منفخها. وبكده يبقى blow, بالونة. وبكده يبقى المفتاح النهائي لكلمة blow up, هو أب وأبنائه معاهم بالونة. تعالى بقى نربط الفعل المركب ده وركز معايا وبص على الصورة دي. أب واقف مع أبنائه وبينفخ بالونة لحد ما فرقعت في وشه زي الانفجار، ووشه ساعتها أحمر جدا من الغضب. ولو عاوز تثبت الفعل أكتر يبقى لازم تعرف إن كلمة blow, معناها أصلا يفجر. محتاج بس تعرف إنه اللي كان بينفخ البالونة لحد ما فجرها هو أب مع أبنائه. كلمة break up, ومعناها ينفصل أو يفرق تجمعا. وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة break up, هو لما يكون في اتنين كانوا في علاقة ومتجوزين ومعاهم عيال وينفصلوا عن بعض أو يسيبوا بعض. وأول ما تشوف كلمة break up, تفتكر على طول إن فيها حرف الجر up, اللي بنقطعه ونحوله لأب مع أبنائه زي ما اتفقنا. وبكده هيبقى معانا الفعل الأساسي وهو break, واللي بيكون مفتاحه سهل جدا وهو بركة مية، اللي هي بركة المية اللي بتكون زي الحفرة كده في وسط الشارع. وبكده يبقى break, بركة مية. وبكده يكون المفتاح النهائي لكلمة break up, هو أب وأبنائه عند بركة مية. تعالى بقى نربط الفعل المركب ده وركز معايا وبص على الصورة دي. أب وأم عند بركة مية بينفصلوا عن بعض. ولو عاوز تثبت الفعل أكتر يبقى لازم تعرف إن كلمة break, أصلا معناها يكسر، والانفصال كأنك كسرت علاقة كانت طويلة. واللي يميزها أكتر كلمة up, لأنها بتوحي بانفصال الأب عن الأم. كلمة take up, هي فعل مركب ومعناها يبدأ أو يشغل مساحة. وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة take up, هو لما تبدأ حاجة زي مثلا لما تبدأ سباق وتقف على خط البداية. وليه معنى تاني إنك تشغل مساحة زي مثلا شخص حجمه كبير وواخد 3/4 الكرسي في الميكروباص. وأول ما تشوف كلمة take up, تفتكر على طول إن فعل مركب وفيه حرف الجر up, اللي بنقطعه ونحوله لأب مع أبنائه زي ما اتفقنا. وبكده هيبقى معانا الفعل الأساسي وهو take, اللي هيبقى مفتاحه سهل جدا وهو تيك توك، اللي هو برنامج التيك توك. وبكده يبقى take, تيك توك. وبكده يبقى المفتاح النهائي لكلمة take up, هو تيك توك كأنه أب ومعاه أبنائه. تعالى بقى نربط الفعل المركب ده وركز معايا وبص على الصورة دي. هتلاقي أب واقف مع أبنائه على خط بداية السباق، والأب مكان راسه في شعار تيك توك، وواقفين على خط البداية علشان يبدأوا سباق كبير جدا. والأب حجمه كبير قوي وبيشغل نص مساحة خط بداية السباق. كلمة warm up, هي فعل مركب ومعناها يسخن أو يهيئ نفسه. وأحسن مثال ممكن يعبر عن معنى كلمة warm up, هو لما تلاقي لاعب بيسخن قبل المباراة علشان يهيئ نفسه للعب. وأول ما تشوف كلمة warm up, تفتكر على طول إن فيها فعل مركب وفيها حرف الجر up, اللي بنقطعه وبنحوله لأب مع أبنائه زي ما اتفقنا. وبكده هيبقى معانا الفعل الأساسي وهو warm, اللي بيكون مفتاحه سهل جدا وهو ورم، اللي هو حاجة ورمة في وشك زي طالع ليك دم كده. وبكده يبقى warm, ورم. وبكده يبقى المفتاح النهائي لكلمة warm up, هو أب عنده ورم في وشه وبيلعب مع أولاده. تعالى بقى نربط الفعل المركب ده وركز معايا وبص على الصورة دي. هتلاقي أب عنده ورم أو دم الكبير في إيده وفي وشه وقاعد مع أولاده بيسخن قبل المباراة. ولو عاوز تثبت الفعل أكتر يبقى لازم تعرف إن كلمة warm, يعني دافي وحرف الجر up, يعني لأعلى فعلى بعضها معناها يزود الدفء، يعني يسخن نفسه أو يهيئ نفسه لحاجة.
تالت حاجة هنجيب بقى كل الأفعال المركبة اللي بتيجي مع حرف ده ويكون معناها شبه المعنى الأساسي، ونفكرك بإنها بتيجي مع الحرف ده. يعني مثلا كلمة eat معناها يأكل، وكلمة eat up معناها ياكل الأكل كله، فهنخليك تربطها إن في أب بياكل الأكل كله. مثال تاني، كلمة fill معناها يملي، وكلمة fill up معناها يملي للآخر، فهنجيب أب بيملي الكوباية للآخر، وهكذا بقى أفعال كتير. رابع حاجة هنشرح ليك كل فعل مركب بشكل مخصص، ونوريك استخداماتها والماضي والمضارع بتاعه، وهل ينفع نفصل بينه وبين حرف الجر ولا ما ينفعش، وإيه أشهر الأخطاء الشائعة مع الفعل ده. واستعد علشان هتحفظ مئات الأفعال المركبة دلوقتي.